السلام عليكم. مش هنقول بقى ladies and gentlemen، نقول أحبابي في الله. عارف انتوا مستنيين انزل فيديوهات دينية بقى في شهر رمضان بقى وكده، وانا قاعد انزل في فيديوهات جيمنج، الفيديوهات اللي هي بتبقى فيها فايدة شوية، الهادفة، تاخد مني مجهود. يعني طبعا مش محتاج اقول لكم الوقت عامل ازاي في رمضان بقى، يعني الواحد بيحاول يوازن بين الدراسة والعبادة. مش هتكلم كتير بقى. انتوا عارفين، حسيت ان توليت ان يعني فاهم اتكلم عن رمضان وخلاص. الفيديو ده غالبا انتوا تشوفوه في نص رمضان او بعد كده، لكن يعني it's not too late I think ان اتكلم عن العشر الاواخر في السورة الكريمة، سورة القدر، كلنا حافظينها الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. الشهر فيه كام يوم؟ 30 يوم، ماشي. يعني 30 في 1000 بكام؟ 30,000. طيب تخيل معايا كده، انت ليلة القدر طلعت صدقة ب100 جنيه. تعال كده نجرب نضرب 100 في 30,000. 3 مليون جنيه. انت معاك 3 مليون جنيه؟ نتصاحب بقى، بلاش يا عم، خليها يا عم 200. لو ربنا قدرك يا عم وطلعت في ليلة القدر صدقة 200 جنيه، 6 مليون جنيه. انت معاك 6 مليون جنيه. طيب لو افترضنا ان احنا عايزين نضمن ان احنا نطلع 100 جنيه في ليله القدر، احنا علينا ان احنا ندفع في العشر الاخر كلها كل يوم 100 جنيه، يعني 1000 جنيه. طبعا ممكن بقى حد يكون مثلا ظروفه الماديه ما تسمحش، او اكيد لسه انا باخد مصروف من بابا، يعني ما وصلناش للمرحله دي. طب 50 جنيه، يعني نص 3 مليون، يعني كانك تصدقت بمليون ونص. 20 جنيه يا عم، 10 جنيه، ليه لا؟ طب بلاش دي حاجه، يعني بص، ده عمل من الاعمال الصالحه. خلينا نشوف حاجه تانية. عن سلمان الفارسي انه عليه الصلاه والسلام قال: في رمضان من تقرب فيه بخصله من خصال الخير كان كمن ادى فريضه فيما سواه، ومن ادى فريضه فيه كان كمن ادى 70 فريضه فيما سواه. لو انا صليت مثلا العشاء في ليله القدر، صلاه العشاء في رمضان عادي مش في ليله القدر، 70 فريضه، يعني كأن صلاه العشاء 70 مره. طيب في ليله القدر 70 في 30,000 كم حضرتك؟ كأن صلاة العشاء 200 مليون مرة و100000. وبيقول لك من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير، يعني مثلا زي السنة، كمان أدى فريضة، يعني صلاة السنة كأنك صلاة العشاء كده بالظبط. طيب بلاش، أنا صليت التراويح، صليت تهجد كله مثلا، قول 8 ركعات مثلا، 8 في 30,000 بكام؟ 240,000 فريضة. طيب ماشي، ده الصلاة. خلينا نخش على بعديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرف من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، 3 في 30,000. يعني كأني أخدت 90,000 حسنة في ليلة القدر. طب لو قرأت مثلا ورد صفحة مثلا أو جزء، أو قرأت الإخلاص 3 مرات، واحد راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: فلان بيقرأ بسورة الإخلاص بس، فقال له: معنى الحديث يعني أنت بتستصغرها؟ يعني والله إنها لا تعدل ثلث القرآن. طيب دي قراءة القرآن. عندك في الآية الكريمة بتقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو عكسنا الآية، لو اللي بيذكر ربنا أكيد ربنا يحيي حياة طيبة. طيب أنا دلوقتي استغفرت 100 مرة أو صليت على النبي 100 مرة، ف100 في 30,000 قلنا قبل كده 3 مليون، كأني استغفرت 3 مليون مرة، أو صليت على النبي 3 مليون مرة. ومن صلى على النبي ربنا يصلي عليه بها 10. ايه رايك انت في الحوار ده؟ ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجه فقال امين، ثم ارتقى الثانيه فقال امين، ثم ارتقى الثالثه فقال امين، ثم استوى فجلس فقال اصحابه: على ما امنت. معنى الحديث ده من الاخر انه سيدنا جبريل كان بيدعي على 3 اشخاص، من ضمنهم شخص دخل رمضان ولم يغفر له. يعني معنى كده ان هو دخل رمضان فاهم، ما استغلش اي فرصه. ليله القدر كانها 81 سنه، 81 سنه دول بقى ايه؟ اعمال صالحه بقى لو ما استغلهاش. سيدنا جبريل دعا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم امن معاه. وفي حديث تاني كان بيقول: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر، اللي هو يعني ايه؟ يخش رمضان ولم يغفر له. طيب انت عايز تقول ايه يا كيمو؟ زي ما احنا بنخطط لدنيتنا كده في كل حاجه، المفروض برضو نخطط لايام زي ايام العشر الاخر. فانا ايه اللي خلاني ككريم اقعد احسب الحسابات دي؟ لان انت كمان المفروض يعني تحط تارجت. انا خلال العشر الاخر انا معايا كام اقدر اتصدق كل يوم، عشان اضمن ان انا اكون تصدقت بمبلغ معين. الصدقه اللي هتطلعها في التقدر انت كانك طلعتها 30,000 مره. ايه الوقت اللي اقدر اوفره عشان اقرا ورد معين، مثلا جزء او جزئين او ايا كان؟ فلو نفترض ان انت كل يوم مثلا هتطلع مثلا 50 جنيه صدقه، يبقى انت كده مثلا محتاج مثلا صدقه 500 جنيه. ممكن تحس ان الموضوع كتير، ممكن تحس انه والله يا كيمو انا ما عنديش وقت، انا ورايا مذاكره، انا ورايا مش عارف ايه، ورايا شغل، مش قادر. ان الذين يتلون كتاب الله قران واقاموا صلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية صدقة يرجون تجارة لن تبور. انت مش بتتاجر حضرتك مع ايلون ماسك، انت بتتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى التجارة دي يعني هتنجح ولا ايه رأيك؟ ويعني مش عايزين نتعامل مع ربنا برضو يعني ماديا. من عمل صالحا فلنفسه، يعني ربنا مش محتاج منك الكلام ده كله، احنا اللي محتاجين. فسؤالي ليك يا صديقي، انت ايه التارجت بتاعك؟ ما ينفعش تقول انا هجتهد في 25 27 29 في الليالي الوترية. لا، ربنا اخفى عنا يعني ليله قدر ان هو عايزنا نجتهد في العشر الاخر كلهم. فانت هتقعد تنقي بقى
لا مش صح. فانت عندك حضرتك زي ما قلنا 5 حاجات: صلاة، قرآن، صدقة، ذكر، ودعاء. ادعي بقى بكل اللي نفسك فيه، فاهم؟ الدعاء اللي هتدعيه كانك قاعد فاهم 81 سنة بتدعي الدعاء ده. انا عملت فيديو طبعا عن افضل طرق تدعي بيها، بس بقولك في اخر الفيديو يبقى شوفه يعني لو فاضي. اقعد مع نفسك كده، عشان في حديث يعني ما مش عارف ليه ما عملتش عليه سيرش والله، بس هو في معنى كلام يعني ان كان واحد يعني ايه كان بيجاهد في سبيل الله، استشهد، وواحد مات بعديه بسنة على الفراش ودخل جنة قبليه. فازاي بقى؟ واجر الشهيد يعني عالي جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ما تستغربوش، يعني ده ادرك رمضان، ده ادرك ليله القدر، وصام وصلى وعمل. ف مش اي حد يعني ربنا بيكرمه يا جماعه ان هو يعني إن يبلغ رمضان. في ناس توفت قبل ما توصل لرمضان يعني. والشيخ كان بيقول لنا يعني اجتهد في رمضان كأنه آخر رمضان في حياتك. يعني انت لو ده آخر رمضان في حياتك، انت هتجتهد فيه ازاي؟ فاهم؟ بس اتمنى الفيديو ده يوصل لك بدري، ممكن تشوفه بعد رمضان ممكن قبل. ربنا يا رب يعني يبلغنا ليلة القدر ويتقبل منا جميعا ان شاء الله. بس اشوفكم ان شاء الله بعد العيد بقى. يلا، السلام عليكم.